عرفت اللي حصل في ماتش الاهلي والبنك الاهلي؟ معرفتش؟ تعالى نقول. استنى بس قبل ما تيجي، لو ما عملتش متابعة اعمل لي متابعة واعمل لايك لو الفيديو عجبك. صباح الخير عليكم. امبارح النادي الاهلي كان بيلاعب فريق البنك الاهلي، الماتش خلص فوز البنك الاهلي 4-3. كل ده مش مشكله. بص الكوره دي ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس، ما فيهاش اي شك. لو عدت من الحكم ما تعديش من اللاينز مان. ايوه بالظبط كده، في فار. طب الفار ما حسبهاش ليه؟ هو الحكم اخد وقت قد ايه عشان يسمع الفار؟ اقول لك بقى اللي حصل. تخيل ان الفار كان عطلان الكوره دي والحكم ما خدش ثواني عشان يسمع راي الفار. كارثه صح؟ طب ايه الدليل ان الكرة دي بالذات الفار كان عطلان فيه؟ شوف هدف التعادل بتاع البنك الاهلي، الهدف الثالث، شوف الحكم اخد وقت قد ايه يراجع الفار. ان الكرة ما فيهاش حاجة وهدف صحيح 100%، يعني ما فيهاش شك. ولا رامي ربيعة جابها بايديه ولا اي حاجة، ولا جت في ايد المهاجم بتاع البنك الاهلي ولا اي حاجة. الكرة هدف صحيح ما فيهوش اي جدال. قعد قد ايه عشان يراجع الفار؟ طبعا الموضوع ملوش اي علاقة